الإسلام رحمه الله تعالى. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. ثالث أي من نواقض الإسلام. الناقض الثالث من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين، لأنه يجب على المسلم أن يكفر من كفره الله ورسوله، والله جل وعلا كفر المشركين عبدة الأوثان، وكفر من لم يؤمن بالرسل أو بعضهم في القرآن الكريم والسنة النبوية. كفر المشركين من اليهود والنصارى والوثنيين، فيجب على المسلم أن يعتقد كفره، أن يعتقد بقلبه كفرهم عملا بتكفير الله لهم، تكفير الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى غير ذلك من المقالات التي حكاها الله عنه، وهم أهل كتاب. ويكفي في ذلك، يكفي في تكفيرهم أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إلى الناس كافة، وهم يجدون ذلك في التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. يا أيها الناس عام في جميع الناس من أهل الكتاب وغيرهم. إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا نداء من الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فمن لم يؤمن بعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو أقر أنه رسول الله وقال إن رسالته خاصة بالعرب دون غيرهم، فهو كافر. فكيف بالذي يكفر برسالته أصلا ولا يعترف برسالته؟ هذا أشد كفرا. فالذي يشك في كفر المشركين عموما، الذي يشك في كفر المشركين عموما، سواء كانوا من الوثنيين أو من اليهود والنصارى أو من المنتسبين إلى الإسلام، ينتسبون إلى الإسلام ويشركون بالله، يجب اعتقاد كفرهم، يجب اعتقاد كفرهم. كل من أشرك بالله وعبد معه غيره من الأشجار والأحجار
والأصنام، الأوثان والقبور والأضرحة، كل من عبد غير الله فإنه مشرك كافر، يجب تكفيره، حتى ولو كان يدعي الإسلام ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن الشرك يبطل الشهادتين ويناقض الإسلام، يفسد التوحيد. فيجب على المسلم أن يكفر المشركين الذين يعبدون غير الله، سواء كانوا من العرب أو العجم، سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو من المتسمين بالإسلام. هذه عقيدة ليس عليها مساومة. من لم يكفر المشركين فإنه يرتد ويكون كافرا مثلهم، لأنه تساوى عنده الإيمان والكفر، تساوى عنده الإيمان والكفر، لا يفرق بين هذا وهذا، هذا كافر. وكذلك من شك في كفر المشركين وقال ما أدري هل هم كفار أو ما هم كفار، ما أدري، تردد، فإنه يكون كافرا، لأنه متردد بين الكفر والإيمان ولم يفرق بين هذا وهذا. وأشد من ذلك من صحح مذهبه، من صحح مذهب المشركين، وما أكثر من يصححون مذهب المشركين ويدافعون عنهم، خصوصا اليهود والنصارى. فيه الآن دعوة قائمة للوحدة بين الأديان الثلاثة كما يزعمون، الوحدة بين الأديان، الإسلام واليهودية والنصرانية، ويقولون كلها أديان، كلهم مؤمنون بالله فلا نكفرهم. فهذا أشد كفرا من الذي شك في كفرهم. هذا صحح مذهبه وقال إنهم يؤمنون بالله ويتبعون لأنبياء، هذا يتبعون، اليهود يتبعون موسى والنصارى يتبعون عيسى. فنقول له كذبت، لم يتبعوا موسى ولا عيسى، لو كانوا يتبعون موسى وعيسى لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن موسى وعيسى يبشرون بمحمد وهو موجود في التوراة والإنجيل. التوراة التي جاء بها موسى فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، مكتوبا عندهم في التوراة. والإنجيل الذي نزل على عيسى فيه ذكر محمد، بل صرح عيسى بذلك، فقال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي. من هو الذي جاء بعد عيسى؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، اسمه أحمد، هذا اسم نبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا اسمه أحمد واسمه محمد، وله أسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فكيف يقارن بين اليهودية والنصرانية والإسلام؟ اليهودية والنصرانية الآن دين باطل، والإسلام هو الدين الحق. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لم يبقى دين غير دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يدخل في الإسلام ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو ملحدا، كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. اليهود والنصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون بمحمد، وإن آمنوا وصدقوا أنه رسول لا يؤمنون بعموم رسالته، ويقولون إن رسالته خاصة
بالعرب، يقول اليهود نحن نبينا موسى، ويقول النصارى نحن نبينا عيسى، وأنتم أيها المسلمون نبيكم محمد، وكل له نبي، ودعونا نتقارب. ويقيمون الآن مؤتمرات، ومع الأسف يؤيدهم بعض من ينتسبون إلى الإسلام ويحضرون هذه المؤتمرات، يسمون هذا الحوار بين الأديان أو الحوار بين الحضارات أو ما أشبه ذلك. لا يحضرونها من أجل أن يبطلوا شبه اليهود والنصارى، وإنما يحضرونها ليتصالحوا معهم، ويكفيهم أنهم يعترفون أن محمد النبي في الظاهر، ولا يعترفون بعموم رسالته، يكفرون بعموم رسالته، فكأنهم يقولون ارضوا عنا ونرضى عنكم. والله جل وعلا يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهم يخادعون. فالواجب تكفيرهم والجزم بكفرهم وعدم التردد بكفرهم حتى يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوه. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا، لابد واتبعوا النور الذي أنزل معه. هل هم يتبعون النور الذي أنزل مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يتبعون. وإن قالوا إن محمد النبي لكنهم لا يتبعونه، هم كفار بلا شك. قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. هذا في الصحيح. فيجب الجزم بكفر الكفار، وفي مقدمتهم اليهود والنصارى، لأنهم عصوا الله على بصيرة وعصوا الله على علم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فيجب على المسلم أن يعتقد كفر المشركين أيا كانوا، كل من أشرك بالله ودعا غير الله بأي نوع من أنواع الشرك الأكبر فإنه يجب تكفيره، الحكم عليه بالكفر، ولا يجوز الشك في كفره، ولا يجوز تصحيح ما هو عليه ويقال هذا صاحب دين، هذا أحسن من الوثنيين، وهذا نقول لا، هم كفار. من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعه فإنه كافر مهما كان. هذه عقيدة يجب على المسلم أن يعتقدها لئلا يخرج من الإسلام وهو لا يدري. يخرج من الإسلام إذا شك في كفر الكفار أو صحح مذهبهم، صحح ما عليه اليهود، صحح ما عليه النصارى، وقال هم أصحاب أديان. بل إن بعض من ينتسب إلى الدعوة يقول عن النصارى يقول إنهم إخواننا، لأنهم يؤمنون بالمسيح. ونقول له لم يؤمنوا بالمسيح، لو آمنوا بالمسيح اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. المسيح قال لهم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه. لم يؤمنوا بهذا، بل إن المسيح عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعة الإسلام، ويتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويكون مجددا من المجددين. فالواجب معرفة هذا الأمر، وأن لا تنطلي هذه الشبهات الآن التي تروج من اليهود والنصارى. هم لا يريدون التصالح مع المسلمين أبدا، ولكن يريدون أن يجتذبوا المسلمين إلى دينهم
ولن ترضى عنك هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني معناه إن اللي ما هو يهودي ولا نصراني أنه ليس بمهتدي. هذا كلام الله سبحانه وتعالى أصدق القائلين. قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، معناه أن الذي ليس يهوديا ولا نصرانيا أنه غير مهتدي من المسلمين وغيرهم. فكيف لا نكفرهم؟ كيف نشك في كفرهم؟ بل أشد من ذلك، كيف نصحح مذهبهم؟ نسأل الله العافية. يجب على المسلم أن يعرف هذا، أن يكفر كل من كفره الله ورسوله. وقد كفر الله ورسوله من أشرك بالله وعبد غير الله أيا كان، أو كفر بنبي من الأنبياء، أو جحد ركنا من أركان الإيمان الستة، فإنه يحكم بكفر ولا يتردد في ذلك ولا يشك فيه ولا يصحح ما هو عليه ويلتمس له الأعذار وما أشبه ذلك. الدين ليس فيه مساومات وليس فيه تنازلات، وإنما هو دين الله عز وجل، يجب التصريح به والبراءة من ضده. ثم بعد أن نعلم تكفير المشركين أيا كانوا وتكفير الكفار أيا كانوا، وأن هذا عقيدة لا يصح الإسلام ولا يستقيم الدين إلا بها، ولا يكون المسلم يكون الناس عنده سواء، بل يفرق بين الحق والباطل والمؤمن والكافر والموحد والمشرك، يفرق بينهم كما فرق الله بينهم بالحكم. وينبني على تكفير الكفار أحكام، ينبني على ذلك أحكام كثيرة نذكر منها ما تيسر. الحكم الأول أنه يجب بغض الكفار ومعاداتهم، بغض الكفار ومعاداتهم وعدم موالاتهم، حتى ولو كانوا من أقرب الناس إلى المسلم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إلى أن قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه كفرنا بكم. هذا هو الكفر بالطاغوت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. دل على أنه لا يجتمع الإيمان بالله والإيمان بالطاغوت، لا يجتمعان أبدا، لا بد من الكفر بالطاغوت أولا ثم الإيمان بالله عز وجل. يجب الكفر بالطاغوت ويجب معاداة الكفار وبغضهم
ولو كانوا من أقرب الناس إلى المسلم، حتى ولو كان أباه أو أمه أو ابنه أو أخاه أو كان من قبيلته وعشيرته، فإنه يبغضه ويتبرأ منه. ما كان، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لما أنزل الله هذه الآيات تأسف ناس من المسلمين الذين كانوا يستغفرون لآبائهم المشركين الذين ماتوا، وخافوا من هذه الآية، فأنزل الله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فما كان قبل أن تنزل الآية وقبل أن يعلم المسلم تحريم ذلك فإنه لا يؤاخذ عليه. كذلك مما يترتب على تكفير المشرك والكافر، ترتب عليه أنه إذا مات المشرك والكافر فإن المسلم لا يتولى جنازته ولا يدفن في مقابر المسلمين. المسلمون لا يتولون جنازة الكافر، لا يغسلونها ولا يكفنونها ولا يحملونها ولا يشيعونها ولا يحضرون دفنها، ولا تدفن في مقابر المسلمين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. المسلم لا يشيع جنازة الكافر أو يجهزها، ولا تدفن في مقابر المسلمين. وأما عيادة المريض من الكفار إذا كان من أجل الدعوة إلى الله فإن المسلم يعود المريض الكافر ويدعوه إلى الله. فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا ودعاه إلى الإسلام ومات على الإسلام. مات اليهودي على الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعاد عمه أبا طالب وهو في الموت وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله. فإذا كانت عيادة المريض الكافر من أجل دعوته إلى الإسلام فلا بأس به. وأما إذا مات فإن المسلم لا يتولى ولو كان من أقرب الناس إليه، ولو كان أباه. ولما مات أبو طالب على الكفر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتولى دفنه ولا تجهيزه، بل أمر ابنه عليا رضي الله عنه أن يواريه في الأرض ولا يترك على ظهر الأرض لئلا يتأذى به الناس، فأمره فوارى لعدم من يواريه. وكذلك المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، لأن الله قطع الصلة بينهما، لا يتوارث المسلمون والكفار. قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا في الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. وإنما يكون ميراث الكافر لأقاربه الكفار، ولا يرثه أقاربه من المسلمين. فهذا من موانع الإرث. الكفر من موانع الإرث عند أهل العلم. وكذلك الكافر لا يجوز أن يزوج من مسلم، الكافر لا يزوج من مسلمة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن
خير من مشرك ولو أعجبه. قال تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلا يجوز أن تزوج المسلمة من كافر مطلقا، لا يهودي ولا نصراني ولا وثني ولا كل كافر. مسلمة لا تزوج من كافر. وأما تزوج المسلم من الكافرة فإن كانت الكافرة وثنية فإنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج به. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. لا يجوز للمسلم أن يتزوج من مشركة. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بيده. أما إن كانت الكافرة كتابية يهودية أو نصرانية فيجوز للمسلم أن يتزوجها، وذلك لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. والمحصنة هنا المراد بها العفيفة، مراد بها العفيفة من الزنا. النصرانية التي تسافح أو تتخذ الأخدان هذه لا يجوز للمسلم أن يتزوجها، وإنما يتزوج النصرانية أو اليهودية العفيفة في عرضها، عفيفة عن الزنا. هذا هو المراد بالإحصان في هذه الآية، المحصنات يعني العفيفات. وكيف يتزوجها وهي كافرة؟ هذا أباحه الله النصراني في كتابية خاصة، لأن المرأة تحت سلطة الرجل، لأن المرأة تحت سلطة الرجل، وربما تسلم وهي تحت سلطته، يكون السلطان للمسلم على الكافرة، بخلاف العكس، تزوج المسلمة للكافر، هذا لا يجوز مطلق، لأن لا تكون سلطة لكافر على مسلم. لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذا هو التفصيل في التزاوج بين المسلمين والكفار. إن كانت المرأة كافرة وثنية أو ملحدة أو مرتدة فلا يجوز للمسلم أن يتزوج مطلق. أما إن كانت كتابية جاز، بشرط أن تكون محصنة يعني عفيفة، وذلك لأنها تدخل تحت سلطة الرجل المسلم فيكون له السلطة عليها. وفي هذا إتاحة فرصة لها بأن تسلم. ومن الأحكام المترتبة على تكفير الكفار وجوب الهجرة على المسلم من بلاده. فيجب على المسلم الذي لا يقدر على إظهار دينه أن يهاجر من بلاد الكفار فرارا بدينه، كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فرارا بدينه. ولا يبقى المسلم في بلاد الكفار إذا كان لا يقدر على إظهار دين. قال سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم هؤلاء الذين تركوا الهجرة. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. فالذي لا يستطيع أن يهاجر إنه معذور، لكن الذي يستطيع هذا تجب عليه الهجرة، ولا يجوز أنه يقيم بين أظهر المشركين. فقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين.
أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين. فيجب على المسلم الذي لا يقدر على إظهار دينه أن يهاجر، والهجرة قرينة الجهاد في سبيل الله عز وجل، جاء ذكرها مقرونة مع الجهاد. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. الهجرة أمرها عظيم في الإسلام، وهي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين فرارا بالدين. وكذلك مما يترتب على تكفير الكفار عدم بداءة الكافر بالسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا فقولوا وعليكم. وكذلك لا يصدرون في المجالس، ولا تفسح لهم الطرق، وأمر صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. ما يمنعون من المرور والعبور، لكن لا يفسح لهم الطريق كما يفسح للمسلم، وإنما يتركون يأتون من جوانب الطريق إهانة لهم، لأن الله أهانهم سبحانه وتعالى. فلا يفسح لهم الطريق ولا يصدرون في المجالس إذا حضروا مجلس المسلمين. وكذلك من الأحكام المترتبة على البراءة من المشركين وتكفير المشركين عدم تمكينهم من دخول الحرم المكي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية، أرسل في السنة 9 عليا ينادي في موسم الحج أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فمنعوا من دخول الحرم من ذاك التاريخ، ويستمر منعهم إلى أن تقوم الساعة. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. ليس المقصود منعهم من دخول المسجد فقط، بل منعهم من دخول الحرم كله، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بعدما نزلت الآية. هذا حكم الله سبحانه وتعالى. ومما يترتب أيضا على تكفير المشركين والكفار والبراءة منهم، ترتب على ذلك إخراجهم من جزيرة العرب، لأن جزيرة العرب منبع الرسالة ومنبع الدعوة، فلا يجوز أن يبقى فيها دين آخر غير دين الإسلام، فلا يمكنون من سكن الجزيرة العربية. أما أنهم يأتون مسافرين لتجارة أو لسفارة أو غير ذلك من المهمات فلا مانع، إنما الممنوع أن يمكنوا من الاستقرار والتملك في جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند موته قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال: لا يبقى في جزيرة العرب دينان. فنفذ هذه الوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، فأخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأجلاهم منها. وكذلك إذا دخلوا في جزيرة العرب أو في بلاد المسلمين، دخلوا دخولا مؤقتا لمهمة من المهمات أو لأداء رسالة جاءوا بها أو سفارة، فتح لهم سفارة في بلاد المسلمين أو في جزيرة العرب بالذات، فلا يمكنون من إظهار شعارهم، شعار الكفر، ولا يمكنون من بناء الكنائس في بلاد المسلمين،
لا يمكنون من إظهار شعار الكفر وإظهار عبادتهم وبناء كنائسهم في بلاد المسلمين، وإنما يقصر أمرهم بينهم في محل إقامتهم المؤقتة، ولا يظهرونه في بلاد المسلمين، لا يظهرون الكفر وينصبون الصليب أو يدقون الناقوس في بلاد المسلمين، بل يكون هذا بينهم مدة إقامتهم، ولا يظهر هذا في بلاد المسلمين. ومن باب أولى ليس هذا خاصا باليهود والنصارى، بل كل المشركين عبدة القبور لا يمكنون من بناء الأضرحة في بلاد المسلمين، ولا يمكنون من بناء المساجد في بلاد المسلمين، ويجب على ولاة أمور المسلمين هدم هذه الأضرحة وهدم هذه المباني التي يبنونها على القبور. أو خاص باليهود والنصارى، كل مشرك لا يمكن من إظهار كفره وشركه في بلاد المسلمين، فتهدم هذه الأضرحة، هذه القبور وهذه المساجد المبنية على القبور إذا قدر المسلمون على ذلك. يجب على ولي أمر المسلمين أن يزيلها. وكذلك من الأحكام المترتبة على تكفير المشركين عدم مدحهم والثناء عليهم. لا يجوز للمسلم أن يمدح الكفار أو أن يثني عليهم، لأن الله ذمهم وهم أعداء الله وأعداء رسوله، فكيف تمدحهم؟ فلا تمدح. لأن بعض الناس يقول عندهم أمانة وعندهم حسن معاملة وعندهم كذا، ويثني عليه ويذم المسلمين، يقول المسلمين عندهم خيانة وعندهم غش وعندهم كذا. المسلمون ولو كان عندهم معاصي وعندهم غش فهم أفضل أهل الأرض، مهما كان عندهم من الذنوب فهم أفضل أهل الأرض. أما الكفار فهم أعداء الله ورسوله، ولو كان عندهم شيء من الصفات التي يتعاملون بها في دنياهم فلا يجوز مدحهم، والله جل وعلا ذمهم. لا يجوز للمسلم أن يمدحهم أو يثني عليهم، وإنما يجب عليه أن يذمهم لكفرهم وشركهم بالله عز وجل. كذلك مما يترتب على الابتعاد عن الكفار تحريم التشبه بهم في لباسهم وعوائدهم الخاصة بهم، وفي عباداتهم أشد. التشبه بهم في عباداتهم أشد. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. لا تشبهوا باليهود والنصارى. فهذا من فروع تكفيرهم ومعاداتهم أننا لا نتشبه بهم، لأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن. لو كان المسلم يبغضهم ما تشبه بهم، فيجب أن على المسلمين أن يعتزوا بدينهم ولا يتشبهوا بالكفار في ملابسهم، في عوائدهم الخاصة بهم. في أشد من ذلك التشبه بهم في العبادات، بأن نحدث في ديننا ما يشبه ما عندهم من البدع، مثل المولد. هذا المولد هذا تشبه بالكفار الذين يحتفلون بمولد المسيح. نحن لا نتشبه بهم في عاداتهم وعباداتهم وملابسهم الخاصة بهم. من تشبه بقوم فهو منهم. بقي أن نعرف ما يجوز التعامل به معهم. تجوز مع الكفار لأنها ليست من الموالاة وليست من المحبة، وإنما هي من الأمور المباحة. فيجوز لنا أن نتعامل مع الكفار بالتجارة، نبيع ونشتري معهم فيما أباح الله سبحانه وتعالى. يجوز أننا نستفيد من خبراتهم ونستأجرهم للقيام بأعمال ليس عند المسلمين من يقوم بها، أن نستأجرهم لأجل الاستفادة من خبرتهم
على وجه لا يقربون من بطانة المسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. فلا نستأجرهم ونوليهم أمورنا الخاصة ونطلعهم على أسرارنا، نتخذهم وزراء أو مستشارين، وإنما نستأجرهم لأعمال يقومون بها وهم بعيدون عن سر المسلمين، كالمباني والمصانع. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر كافرا يدله على الطريق في سفر الهجرة، استأجر عبد الله بن أريطط الليثي، وكان كافرا في ذاك الوقت، استأجره أن يدله على الطريق لأنه كان هاديا خريتا، فنستفيد من خبراته التي ليست عندنا، بشرط أن لا نمكنهم من أسرارنا ومن بطانة أمرنا. كذلك يجوز أن نعقد معهم المعاهدات، نعقد المعاهدات مع الكفار إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. فقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة، وصالح المشركين في الحديبية. فإذا كان للمسلمين مصلحة أو المسلمون لا يستطيعون قتال الكفار، يجوز مهادنتهم ومصالحتهم ومعاهدتهم لما في ذلك من مصالح المسلمين. كذلك يجوز أن نكافئهم إذا أحسنوا إلينا. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا فعلوا جميلا مع المسلمين فالمسلمون يردون عليهم الجميل ويكافئونهم، وليس هذا من باب المحبة، وإنما هو من باب المكافأة لهم. والوالد الكافر يجب على ولده أن يبر به، لكن لا يحب أن يبر به ويقوم بحوائجه ومصالحه ويحسن إليه. صاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. يجب على الولد أن يحسن إلى والده ولو كان كافرا، ولكن لا يحبه بقلبه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. فالمودة شيء والمعاملة الحسنة شيء آخر. فهذه أمور. وكذلك أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها جاءت أمها وكانت مشركة، جاءتها تطلب منها شيئا من المال، لأنها محتاجة. فسألت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن أمي جاءت وهي راغبة يعني راغبة في الصلة، أفأصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك، وهي مشركة. فأمور الدنيا والإحسان والمكافأة على الإحسان والمعاملات التجارية والتبادل بين المسلمين والكفار في المصالح التي لا تمس الدين، والتمثيل الدبلوماسي بينهم بين السفارات، كل هذا لا بأس به. كان المشركون يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرسلون إليه الرسل ويتفاوضون معه صلى الله عليه وسلم، ويدخلون عليه وهو في المسجد ويتفاوضون معه. هذه أمور ليست من الموالاة، وإنما هي من المصالح المباحة بين المسلمين والكفار. فيجب أن نفرق بين هذا وهذا، لأن بعض الناس يخلط بين ما يجوز وما لا يجوز.
فبعضهم يقول تجوز مودة الكفار لأن الله أباح لنا التعامل معهم والتزوج من الكتابيات، فيجوز محبتهم ويجوز وعدم التفرقة بيننا وبينهم. هذا مفرط والعياذ بالله. في مقابله المفرط الغالي الذي يقول لا، ما يجوز الاتصال بالكفار أصلا، لا بتجارة ولا بسفارة ولا بمكافأة على الإحسان ولا، لأن هذا من الموالاة. نقول له لا، هذا ليس من الموالاة. يجب الفرق بين هذا وهذا، بين الغالي والجافي. والدين وسط ولله الحمد. الدين وسط، ليس فيه غلو وليس فيه تفريط. فيجب أن نعرف هذه العلاقات مع الكفار، ما يجوز منها وما لا يجوز، لأن هذا أمر مهم، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه من يتكلمون في أمور الدين بغير علم، أو يتكلمون في أمور الدين عن هوى. عندهم علم لكن يتكلمون عن هوى. فيجب على طالب العلم أنه يعرف الحكم الشرعي في هذه الأمور، وهذا أمر مهم لأنه يتعلق بعقيدة المسلم. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه